يا ست الكل، انا مش جاي اعلق عليكي في المحشي، بس جاي اقول لك على كام تركيه من علوم الطبخ لو طبقتيهم وانت بتعملي المحشي هيودي المحشي بتاعك في حته تانية، وهيخليه طعمه ما حصلش وطري طراوه. بس احنا مش هناخد من الكتاب ونطبق عمياني، احنا هنحاول نجرب كام حاجه كده علشان نتاكد ان الكتاب بيقوله صح ولا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادتك هتتعبي معانا شويه النهارده، لان انت لازم تنقي ورقه عنب متوسطه وتكون العروق بتاعتها صغيره ولونها فاتح واخضر. دي كده ورقه مناسبه، فمعناها كده ان الورقه دي ما تعرضتش للشمس كتير فما نشفتش، فكده فرصتها ان هي تبقى طريه وتشرب الطعم وتبقى جوسي كده زي ما الناس ما بتقول اكتر. بس ممكن تستسهلي وتروحي تجيبي ورق عنب جاهز منقوع من السوبر ماركت. التركيبه بقى يا ست الكل اللي احنا جايبينها لك من الكتاب وعايزين نقول لك عليها، ان انت لو ضفتي ملح ليمون عندك في ميه النقع او التسويه فده هيضمن ان المحشي بتاعك هيطلع طري جدا، لانه حمضي. يعني احنا لو جينا قسنا البي اتش بتاعه كده بالبي اتش انديكيتور معانا الرقم، هتلاقي الرقم طالع كام؟ لو اقل من 7 يبقى حمضي، وكل ما يقل عن 7 اكتر كل ما يبقى حمضي اكتر. والرقم اللي معايا هنا 2.1. حركه بسيطه زي كده هتخلي المحشي بتاعك يروح في حته تانية خالص. عشان كده قررنا نجيب الورق وننقعه في 3 كسرولات، واحده فيها ميه ما فيهاش اي حاجه، واحده فيها ميه وملح عادي، واحده فيها ميه وملح ليمون، وبنسيبهم تقريبا من دقيقتين ل3 دقايق. وطبعا انا مش هاجي اقول لك تعملي خلطه الرز ازاي، تسال على ماما هتقول لك الطريقه، بس الموضوع مفيش ابسط منه زي ما انتم شايفين. ونيجي بقى لاكتر موضوع علمي، ازاي نلف ورق المحشي. دوري بقى وسع من غير ما تقولي لي. هناخد انا الايه؟ ايه ده؟ الورقه ملهاش قفه من ظهري دي. على الناحيه الخشنه. ايوه بالظبط. خد شويه رز صغيرين، قفل الجنبين. في الجنبين. ايوه تعصر. ترسوا شطه. ايه ده؟ هجرب محاولة تانية، ده مش محسوب يا جماعة، والله ما همشي من اللي بعمله. اهو والله صباع محشي صباع محشي صباع محشي. وبعد ما خلصنا لف الورق اللي عندنا اللي هو كان الاخضر او اللي هو كنا جايبينه من السوبر ماركت، حطيناهم في 3 كسرولات. كسرولة فيها ملح، وكسرولة فيها ملح وليمون، وكسرولة ما فيهاش اي حاجة، لحد ما تخلص التسوية بتاعتنا. وجي قصادي لحظة الحقيقة، 3 اطباق متسويين ومنقوعين بطرق مختلفة. وبعد ما هدوق كل واحدة اقوم جاي مسجل ملاحظاتي عشان اوصل للمحشاية البرفكتو. تعالى نمسك اللي بمية بس. بسم الله. ناشفة حسام من غير طعم. طيب المية اللي بملح. الملح على فكرة لوحده، المحشي اللي باخده من عند امي حلو على فكرة، الملح لوحده حلو، يعني لو مفيش ملح ليمون طرية اطرى من المية لوحدها الطعم اهو. ملح الليمون والله العظيم ما بمثل، والله من الخضرة. انا لسه ما رحتش للغامقين بس والله احسنهم. والله ابدع. الله يسعدك، شهادتك نعتز فيها. طيب لحد دلوقتي ملح الليمون تحفه. خش في الغامق طعمه نعناع، في نعناع بتاع السوبر ماركت عاملين حركه صايعه، يعني هو طعمه احسن من الاخضر. احنا اللي كنا حاطين عليها في الخلطه. انتوا حاطين بس مش ما استطعمتوش في الاولانيه. ناخد الغامقه اللي هنا ملح بس. فود بلوجرز دول يا جماعه بيتعبوا قوي. تعالى ادهم انت دول. ده الميه العادي. ده الميه العادي؟ هتكتب حاجه ناشفه وطريه؟ لا ناشفه سيكه. ماشي خش في الملح بس. انا شوف بقى. خد دي غامقه. استنى كده. قطره؟ دي احلى. دي قطره. خد بقى الغامقه دي. بصوا لي كده دي. عايزين نتاكد من علوم الطبخ بتقولوا صح ولا لا. دي احلى واحده. دي قطره واحده صح؟ قطرهم والطعم كمان تحسوا شاربها. زغرتي حد زغرت. علوم الطبخ بتقول لك رشه ملح ليمون في النقع والتسويه وورقه خضراء صغيره. مش لازم تقف. يا جماعه ايه رايكم؟ بالله عليكم يا جماعه بجد الملح الليمون حد شايف في حاجه احلى منها في طب الخضره ولا الغامقه؟